واحرصوا عباد الله على تحقيق الأخوة فيما بينكم. احرصوا يا معشر أهل الإسلام، يا معشر أهل السنة، يا من أحب كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. احرصوا على الألفة فيما بينكم، فإن أهل السنة في هذا الوقت وقبل هذا الوقت وبعد هذا الوقت في أمس الحاجة إلى أن يتآلفوا وإلى أن يتعاونوا على البر والتقوى، وإلى أن يجمعوا كلمتهم ليست على البدع وليست على الحزبيات وليست على العصبيات، وإنما على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصل أصيل من أصول ديننا، أصل كبير من أصول دعوتنا السلفية، الحرص على الاجتماع والحذر من الفرقة والاختلاف. فإن أعداءنا من اليهود والنصارى يحرصون غاية الحرص على تمزيق كلمتنا وعلى تفريق صفوفنا. أعداؤنا عباد الله حريصون على تمزيق المسلمين إلى دويلات وإلى قوميات وإلى وطنيات وإلى أحزاب.